جئت إليكم بالفضل الحسن وبالبشرى، بعض الأخبار المنتظرة، أبشروا عدا العيد. يا هلا، كيفكن؟ طمنونا عنكن، يسعد لي اوقاتكن يا احلى عيلة بالدنيا كلها. معكم منار ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد. رح نودع رمضان مع بعض ورح نستقبل العيد مثل ما بنعرف باطيب الحلويات. فاليوم رح اعمل بتيفور للعيد، انا كتير بحبه، يعني ما بقدر، لازم كل سنة اعمله. واليوم رح اشارك معكم طريقة وفرجيكم كيف بعمله وكيف بيطلع معي غير شكل بجنن. وان شاء الله يا رب كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية. فهلا اذا لسه انت اول مره بتشوفوا قناتي، شو ناطرين؟ اضغطوا على الزر الاحمر واشتركوا فيها وفعلوا زر الاشعارات على الكل. ويا اهلا وسهلا فيكم جميعا، نورتوا ومقصرين كتير معي باللايكات، فبتمنى منكم كلكم تحطوا لي لايكات من ايديكم الحلوه، خلي لي قلبكم يا رب. هلا مشان البتيفور بنحتاج كيلو طحين، يعني انا رح اعمل مقدار كيلو طحين واحد، 750 جرام زبده، يعني 3 مكعبات بيجي كل واحد 250 جرام. طبعا الزبدة لازم تكون بحرارة الغرفة، انا مطالعتهم من امبارح بالليل، يعني تقريبا دايبة، ما لازم تكون باردة. بعجنها كتير مع الطحين، مع كيلو طحين مثل ما تكونوا شايفين، لحتى يصير هيك قوامه بهذا الشكل. هلا بقى رح اجهز السكر والبيض، رح استخدم هي اللي جبتها اول مرة، فرجيتكم اياها بالفيديو الماضي، جبتها من ماركة اكشن. اختي عندها منها، يعني وصار لها سنة بتستخدمها وما صار لها شيء ابدا، عن جد كتير منيحة، بتجي 3 بواحد. رح نستخدم 4 بيض لكيلو طحين. طبعا البيض كمان مطالعته من البرد من امبارح بالليل، يعني بحرارة الغرفة. نحتاج 4 بيض وظرف فانيلا، يعني معلقة كبيرة فانيلا، وكاسة ونص سكر بودرة، واذا ما عندكم سكر بودرة حطوا بس كاسة وحدة سكر عادي، لان سكر البودرة بيكون اخف. بعدين بنخلطهم كتير منيح. اذا ما عندكم مكسر فيكم تستخدموا المضرب اليدوي، بس طبعا بالمكسر هيك بيطلع احسن، هيك بينخفي كتير السكر مع البيض، بيعطي لون بياض. وبس هيك، هي الطريقة، شايفين ما اسهلها؟ عن جد طريقته كتير سهلة وما بتعذب ابدا، يعني مكونات متوفرة بكل بيت. هلا بقى بنحط الطحين اللي خلطناه مع الزبدة فوق الخليط اللي عملناه من البيض والسكر والفانيلا. هلا بنخلطها كتير منيح، بعدين بنحطها بالبراد شغلة نص ساعة، عشان بس هيك الزبدة تجمد وما تعذبكن كتير. شوفوا كيف بيطلع قوامها هيك بهذا الشكل، شايفين كيف؟ هلا بعد ما طلعتها من البراد حطيتها تقريبا نص ساعة. هلا رح اقسم يعني قسمين الخليط، انا بدي اعمل كاكاو، بدي اخلي هيك يعني بس شوي ابيض، نحن بنحبه بكاكاو اكتر، فخليت هيك بس كمية بسيطة عشان زوجي بحبه هيك سادة. هلا حطيت تقريبا 4 معالق كاكاو كبار لحتى طلع اللون اللي بدي اياه، انا بحب هيك يكون لونه غامق ويكون هيك فيه طعمة بسيطة مرار، بس ما انه بيكون مر، لا بالعكس بيكون حلو، بس هيك بحب كتير تكون نكهة الكاكاو ظاهرة. ورجعت كمان حطيته بالبراد شغلة 5 دقايق بس، عشان هيك الزبدة تجمد، لاني كنت عم بشتغل فيها هيك عم بحركها مع الكاكاو، لحتى هيك تصير ما تلزق بيدكم، بتقدروا تشتغلوا فيها. انا رح اعمل اليوم اشكال حبة القهوة، واذا بتتذكروا كمان السنة الماضية عملت هيك هذا الشكل، رح اعمل اكيد كمان اشكال تاني من دون قوالب. اليوم رح فرجيكم اشكال بتجنن من دون اي قوالب، شوفوا عن جد هلا رح يطلع معي اشكال غير شكل. طبعا حبة القهوة كتير سهلة، اول شي هيك بتعملوا طابة بتكوروها، وبعدين هيك بس انه بتضغطوا عليها شوي وبتجيبوا شوكي او عود خشب، حسيت انا بعود الخشب اسهل، شوفوا كيف هيك بس بتحزها بالنص بصير شكل حبة القهوة، عن جد بتجنن. ونصيحة صغروا كتير القطع لان بعدين بتنفش، لان فيها بيض، فقد ما فيكن صغروهم. شايفين كيف عن جد شكلها بجنن، وريحة الكاكاو ولا اروع من هيك. رح فرجيكم كمان شكل تاني كتير حلو، بتجيبوا هيك طابتين كاكاو طابتين سادة، بتعملوا هذا الشكل، شوفوا هيك بس بتلزقون ببعضهم، بتشبه يعني بسكويت لاتار اذا بتعرفوها السوري، ما بعرف اذا بتعرفوها، بس شوفوا عن جد شكلها كتير حلو كمان.
وكتير سهل، بس هيك انه بتلزقوهم ببعضهم كمان هيك، بس انه بتكبسوا عليها شي بسيط. رح اعمل هلأ شكل قلب. بتجيبوا طابي كاكاو وطابي سادة. الطابي مثل ما هي على حالة بتخلوها، بس هيك بتشدوها هيك على شكل يعني نص قلب، بس هيك مثل ما يكون شايفين بهي الطريقة كتير سهلة. شوفوا بس انه هيك بتشدوها شي بسيط، بترجعوا هيك بتلزقوهم ببعضهم، بصير عندكم شكل قلب كتير حلو وسهل من دون قوالب ابدا. هلا رح فرجيكم هذا الشكل كمان كتير بحبه، شكل الوردي. بتجيبوا 4 طابات سادة، 5 طابات سادة، وتحطوا بالنص طابة كاكاو، وبعدين كمان هيك بتضغطوا عليها ضغطة بسيطة، بصير شكل وردي كمان بجنن. بس حكيت لكم قد ما فيكن صغروا الطابات، يعني صغروا القطع، لأن بعدين كتير بتنفش بالفرن. أنا أول شي كنت عم بكبر شوي، بعدين حسيت إنه صار تنفش كتير بالفرن، فصرت كتير صغر القطع آخر شي. وبعدين دخلت الصواني على الفرن، ومثل ما شفتوا كنت حاطة ورقة زبدة يعني ما بتلزق أبدا. أخذت وقت بالفرن تقريبا 10 دقايق أو أقل. بتحطوا الصينية بنص الفرن، وبس شفتوها هيك نشفت خلاص بتطلعوها، لأن ما بتاخد وقت كتير، يعني يا دوب 10 دقايق أو أقل. وشوفوا عن جد شكله بشهي طلع ولا أروع من هيك، هش وطري كتير، وطعمته وريحته بتجنن. بنصحكم تجربوا نفس الطريقة ونفس المقادير، عن جد رح يطلع معكم بيتي فور ولا أروع. وهي هي كل كمية البيتي فور اللي عملتها كيلو طحين، بس عبيت صحن لأختي وحطيت كمان صحن لأولادي ياكلوه. وهي الكمية اللي بقيت حطيتها هون بهي العلبة. هاي العلبة كان فيها بسكويت جبتها من ماركة آلدي حديد، وبس خلاص البسكويت احتفظت فيها، قلت بتلزمني لهيك شغلات. وبس هيك مثل ما كنتم شايفين عن جد طريقته كتير سهلة وما بياخد وقت، يعني يادوب أخد معي وقت ساعة ونص. بنصحكم تجربوه، طيب كتير وولادكم كتير رح يحبوه. حتى أنا صراحة يعني بحب البيتي فور أكتر من المعمول بكتير. اكتبوا لي بالتعليقات إذا جربتوه، وإن شاء الله تكون عجبتكم طريقتي. هلا أول شي رح نشيل زينة رمضان، طبعا أولادي عم بيساعدوني. رح نشيل الزينة، شوفوا وضع كتير زعلانة لأني رح شيلها، بس رح خلي الهلال، لأن كمان يعني بالعيد بيحطوا قمر وهيك، رح خلي الهلال والمبخرة. رح شيل هدول. يلا قمر حمودي يلا ساعدوني بسرعة، كل مين يشيل شغلي. يلا شيلوا المخدات. لازم تخليهم؟ لا خلي بس الضب والفرو. شيل المخدات. شيل عندك السلق اللي فيها مصلاية وغطاسة اخذها على غرفة. تمام هي غرفة؟ على غرفتي. وشيلوا شو كمان؟ هذا الفرو؟ طبعا شوفوا هي غيرتها، شوفوا كنت كاتبة رمضان كريم، هلا كتبت عيد مبارك. هي رح خليها. رح شغل القمر، رح خلي المبخرة، رح شيل هذا كمان. هلا شو نشيل؟ ها رح احط لولو؟ القرآن. لا القرآن حخليه ماما، القرآن ما بينشال لا برمضان لا بغير رمضان. ليه؟ وهلا رح نخبي الزينة للسنة الجاي، ان شاء الله كل سنة وانتم سالمين يا رب، وينعاد عليكم بالصحة والعافية. إذا بتتذكروا هاي وصلتني بعد رمضان بأسبوع ب10 أيام هيك شيء، ما لحقت أصور لكم إياها مع الزينة، كتير حلوة بشتغل فيها تو. فرح نخليها بالسنة الجاي إن شاء الله، إذا ضلينا طيبين طبعا. رح خبي هذا الفانوس كمان، رمضان كريم. هذول رح خليهم يعني ما بيأثر. وهلا هون حطيت هي الزينة مكتوب عليها بعيد، طبعا هي كتابتي ما تعيبوا خطي. وحطيت هي الشجرة هون، وهي الطاولة خليتها، وخليت الفرو والضوء، حطيت هي، حسيت هيك صار منظرها كتير حلو. وهون هدول هيك يعني تقريبا ما غيرت شي، شلت بس الفانوس اللي كان مكتوب عليه رمضان كريم، والزينة اللي فرجيتكم اياها كمان مكتوب عليها رمضان كريم، خليت بس هدول حاليا. يعني بس خلص العيد بشيل هي، عيد مبارك والقمر الهلال. اكتبوا لي شو رأيكم. وابني حمود اقترح علي وقال لي حطي هي الزينة هون بهي الزاوية، لأن ما عندي مكان بالصالون، شفته بالصدر حاطة اللوحة، عندي بس بهذا المكان هيك فضا. هلا خليكم معنا تابعوا الفيديو للأخير.
هلا رح جهز ضيافة العيد، وحمودي ولولو هون بيساعدوني. هلا انا بجهز لها ضيافة، هن بياخذوها على الصالون. ماشي ماما؟ اوكي. هلا اول شي رح احط هون الشوكولا والراحة وهيك شغلات. هلا عندي هاي جبتها، بس شوفوا علبتها كتير حلوة، رح خليها هيك بعلبتها. شايفين؟ كتير حلوة. هلا اول شي رح احط من هي راحة بعجينة اللوز، فيها فستق وحلبة كتير طيبة، انا كتير بحبها. وفي منها هيك تيجي مستطيلة، ورح احط من هي الراحة فستق وحلبة. هلا ضيافة جبتها من محل سوري، عندها صفحة على الانستا ومحلها قريب على منطقتنا، فجبنا من المحل يعني، وبتبعت كمان بالشحن. هلا رح احط هون شوكولا مشكلة، جبت عدة اصناف. هلا هيك بكفي، ما بقيسها طبعا اكيد يعني، كل ما خلص برجع بعبيه. هلا لما اروح حمودي يستنى. متحمسين؟ جاهزين؟ ايه. متحمسين؟ ايه. مستعدين؟ ايه. عن جد الغلا كتير بتفرحوا بالعيد. بتذكر اولادي وقت كانوا صغار كانوا يقولوا ماما امتى بدي يجي العيد، يعني كانوا يفكروا العيد شخص، او مثلا كمان كانت لو تقول امتى بدنا نروح على العيد. هلا عندي هي جبتها من ماركت فولفورس، سعرها 3 يورو، حجمها كتير منيح. شوفوا هي رح احط فيها الملبس. هيك تمام، هي خلصنا منها. هلا عندي هي الراحة بالسكر، هلا رح اسقيها بهاد. هلا خلصت من الضيافة. هلا اجي دور المكسرات والبيتي فور وهالقصص. هاي المكسرات كمان جبتها من نفس المحل اللي جبت منه الضيافة. هلا عندي هذا رح شكل فيه مكسرات. هلا عندي هذا جبته من ماركت اكشن، تشكيلة صيني كمان كتير طيبة. وهذا الصحن اللي بالنص بخليه فاضي لقشر الفستق والحلبة، لأن هون في فستق وحلبة. هلا هيك خلصنا من المكسرات. جئت إليكم بالفأل الحسن وبالبشرى، بعض الأخبار المنتظرة. أبشروا عدا العيد، أبشروا عدا العيد، وعادت الأناشيد، نرقص نتصافح ونغني ونفعل ما نريد. افتحوا الأبواب، هيا هيا هيا، أضيئوا الطرقات، هيا هيا هيا، والمقاهي والنوادي وقاعات السينما. أرني وجهك يضحك وبدون كنافات، ودعوني أتباهى برداء الجديد.
الأبواب، هيا 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 أضيء الطرقات، هيا 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 أبشروا عاد العيد وعادت الأناشيد، نرقص نتصافح ونغني، سنفعل ما نريد. افتحوا الأبواب، هيا 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 أضيء الطرقات، هيا 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 والمقاهي والنوادي وقاعات السينما، ارني وجهك يضحك وبدون كمامات، ودعوني أتباهى برداء الجديد. افتحوا الأبواب، هيا 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 أضيء الطرقات، هيا هيا هيا. وهيك حبايبي مثل ما شفتوا هاي كانت تحضيراتنا للعيد. عن جد الأولاد كتير انبسطوا وقضوا وقت كتير حلو. دائما هيك شاركوا الفرحة مع أولادكم وعلموهم من صغرهم على هاي العادات والتقاليد، لأن عن جد هاي اللحظات ما بتنتسى أبدا. بس دايما ما شارك معنا لأنام بكير، بنام من الساعة 7. بلشنا أنا وولادي هاي الترتيبات بعد الإفطار الساعة 10. اليوم خليتهم هيك شوي يسهروا عشان يعيشوا هاي اللحظات ويعيشوا هاي الأجواء، وعن جد كتير انبسطوا. وإن شاء الله يا رب كل عام وأنتم بخير، وتضلوا كل سنة بخير أنتم وعائلتكم كلها. وإن شاء الله العيد الجاي بيكون الله فرج علينا وخلصنا من هالوباء، والله فرج على كل الدول العربية. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا معنا وعشتوا معنا هاي الأجواء. إذا عجبكم لا تنسوني من لايكاتكم الحلوة. وهلأ مثل ما عودتكم دايما بنهاية كل فيديو رح أذكر تعليقاتكم وأسماء الصبايا اللي انضمت جديد لعائلتنا، ويا أهلا وسهلا فيكم جميعا، نورتوا. هناء من سوريا عم تتابعني من الكويت، نورتي حبيبتي، أهلا وسهلا فيكي، تسلمي لي كلك ذوق. آيات من سوريا، نورتي حبيبتي، تسلمي لي، أهلا وسهلا فيكي بين عيلتك. ليندا دكار من الجزائر، نورتي حبيبتي، أهلا وسهلا فيكي انت وكل أهل الجزائر، تسلمي لي يا رب كلك ذوق. بيان الأحمد من سوريا، نورتي حبيبتي، أهلا وسهلا فيكي بين عيلتك. أمل الحداد من سوريا، نورتي حبيبتي، أهلا وسهلا فيكي، وشكرا كتير لإلك على تعليقاتك الحلوة، خليلي قلبك يا رب. والتعليق الذهبي لفيديو اليوم من صبي اسمه آية فرحان، شكرا كتير لإلك حبيبتي على تعليقك الحلو، خليلي قلبك يا رب، تسلمي لي كلك ذوق. وشكرا لكم جميعا على تعليقاتكم الحلوة اللي عم تكتبوا لي اياها، خليلي قلبكم يا رب. واهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضمت جديد لعائلتنا، نورتوا. وانتم اذا حابين تطلع اسماءكم اكتبوا لي شو اسمكم ومن وين عم تتابعونا عشان اذكر اسماءكم بالفيديوهات الجاي. ولا تنسوا تشاركوا الفيديو مع كل رفقاتكم عشان نوصل 50,000 مشترك باسرع وقت ممكن. ولا تنسوا تتابعوني على الانستغرام، هنيك عم بشارك معكم فيديوهات كتير حلوة، الرابط موجود تحت بصندوق الوصف. وبشوفكن إن شاء الله بفيديو جديد. باي باي. إذا كنتوا جداد على قناتي لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتحطوا لي لايك وتفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل شي جديد. ويا أهلا وسهلا فيكم بين عيلتي الحلوة.